وفاة شهيد الغدر والخيانة أحمد المسلماني. أحمد المسلماني تاجر الذهب لقى مصرعه على يد عامل عنده بعد ما شغله ووقفوا معاه في المحل وأمنوا على حياته وعلى ماله. غدر بيه ازاي؟ تفاصيل كلها نعرفها دلوقتي. ازاي احمد المسلماني اتغدر بيه؟ احمد المسلماني اللي ما يعرفوش هو تاجر ذهب في رشيد. احمد المسلماني كان عنده محل ذهب ومشغل فيه فارس ده اللي هو شغال عنده. فارس ده بدأ ان هو يتعدى على المصوغات اللي موجودة في المحل عند احمد المسلماني. بدأ احمد المسلماني يلاقي ان في ذهب ناقص، بيعمل جرد لقى ان في ذهب ناقص. الذهب الناقص ده فين؟ بدأ يرجع الكاميرات. احمد بص لقى ان فارس ده واخد ذهب بقيمة كيلو ونص بالظبط من الذهب. جاب الفيديوهات وعرضها عليه وقال له انت واخد كذا كذا، هات المصوغات ديت كده بالهدوء. لكن طبعا فارس انكر وقال لا مش انا، لا مفيش ليك عندي حاجه. احمد اتجه الى قسم الشرطه، حرر محاضر بالواقعه بالفيديوهات بكل حاجه. اخد هنا احمد حكم غيابي على فارس. بدأ فارس ان هو يتوجه بالتهديدات لاحمد ولزوجة احمد ان هو مش هيسيبهم وان هو هياخد حقه لو ما تنازلش عن الفيديوهات وتنازل عن المحضر. ازاي يعني؟ طيب ماشي، هو لو اتنازل الله يرحمه الحكومة كمان مش هتتنازل عن حقها. ازاي؟ انت سارق، انت انسان سارق، سرقت الايد كمان اللي اتمدت لك بالخير، الايد اللي اتمدت لك ان انت تكون انسان بتشتغل مش عاطل. كان دايما بينقي المصوغات التقيلة اللي هي حجمها تقيل وياخدها. يوم الوقفة احمد كان راجع هو وصديقه. في للبيت او معرفش كان راجع فين بالظبط، لان في الكاميرات لما جم شافوا الكاميرات لقوا ان في اكياس خضار في العربيه. فنزل احمد بص لقى في واحد وقف له كده قدام العربيه اسمه سيف. كلمه قعد يشده كده لغايه لما خرجه بره العربيه. واثناء ما هو خده وخرجه بره العربيه بدأ هنا التعدي على أحمد المسلماني، بدأ التعدي عليه من قبل فارس ومن قبل سيف، من قبل الاتنين. بدأ ينزل صاحبه اللي هو معاه في العربية، عشان اسمه برضو أحمد على ما أعتقد الديراني أو الديراني، حاجة زي كده. نزل هو كمان عشان يدافع عن صاحبه. هو أخد برضو طعنات، لكن الطعنات اللي خدها أحمد كانت أكتر. الطعنات اللي خدها أحمد المسلماني كلها قطعت الأوردة والشرايين. فده كان كمان السبب ان احمد يتوفى. مفيش حد يعني، هم سعفوه في المستشفى ووقفوا ان هم يقدروا يحافظوا على يعني ما بقى منه من أوردة او ده، لكن هم لما تعدوا عليه قطعوا الشرايين، قطعوا الأوردة، انهالوا عليه بالطعنات. رحم الله أحمد المسلماني. أحمد المسلماني كان محبوب جدا وسط ناسه وسط أهله، ناس كتيرة بيشهدوا بأدبه واحترامه، وقد إيه كانت في جنازة أحمد أو تشييع جثمان أحمد الناس كلها حزينة عليه. البلد كلها طالعة بتشيع الشهيد، شهيد الخيانة والخسة، وهو طالع يدفنوه. الناس كلها كانت حزينة على أحمد المسلماني. الناس كلها بتواسي زوجته، بتواسي ابنه اللي لسه صغير عنده سنتين. يعني الله يرحمه، غدر وخيانة وخسة وسرقة كمان، يعني أي نوع من نوع الوحشية اللي انت عملتها دي. كنت ممكن ان انت يعني تظهر كده روحه كده عادي، كنت ممكن تتراضى او تتوجه
توجه ان انت تاخد نصيبك من العقاب، نصيبك من العقاب. لكن انت لا، انت هددته، وكمان يعني مش سارق، لا ده انت هددته وهددت مراته بابنها. وايه ده؟ ايه ده؟ ايه الفحشاء اللي انت فيه ده؟ ايه ده؟ يعني ده ايه ده؟ ده مفيش مفيش ضمير، انعدام ضمير من كل حاجة بجد. الله يرحم احمد ويغفر له ويصبر اهله على فراقه. زي ما قلت لكم ان احمد كان انسان محترم جدا جدا، احمد المسلماني. وكل الوقت عايز حق احمد المسلماني من اللي جرى من فارس. حبايب قلبي مش هطول عليكم، وهنرجع تاني الفيديو تاني نشوف ان شاء الله في حق احمد هيرجع ان شاء الله بالقانون، ان شاء الله ان شاء الله حق احمد هيرجع بالقانون ان شاء الله. في رعاية الله وحفظه. سلام.